ناس كتيرة طبعًا مننا دلوقتي بتستعمل كلاودي في كل حاجة، بالذات صُناع المحتوى، وبالذات وبالأخص اللي بيعمل محتوى على اليوتيوب، لإن كلاودي زي ما كنا قُلنا قبل كده في الفيديو بتاعنا، إزاي تقدر من جملة واحدة على كلاودي تعمل خطة يوتيوب كاملة 30 يوم، بيدّيك العناوين، بيدّيك الوصف، بيدّيك الكلمات المفتاحية، بيدّيك script، بيدّيك الأفكار، بيقسّم لك، بيجدول لك الفيديوهات بتاعتك على القناة، بيأسس لك قناة من البداية بخطة منظمة. دلوقتي لقيت ناس تانية بتقول لأ، إحنا عايزين نطوّر شغلنا على كلاودي، ما استخدموش بس في اليوتيوب، أنا عندي شغل وعندي حاجات تانية وعايز أعرف أكتر عن كلاودي. واللي فاجئني وخلّاني أعمل الفيديو ده النهارده، إن لقيتهم بيدفعوا فلوس عشان ياخدوا كورسات في كلاودي، وقال يعني اللي هيدّيهم الكورس ده هو عنده المعلومات اللي مش عند حد. النهارده جِبت لكم موقع كلاودي 101. الموقع ده من كلاودي هو بيدّيك كورسات من أول البداية، من أول الbeginners لسه، اللي أنت لسه بتبتدي مع كلاودي وبتعرف إيه هو، بيقسّمها لك الlevel الأول، الlevel التاني، الlevel التالت، لحد آخر level اللي هو إزاي تقدر تربط كلاودي بكل الapplications اللي عندك، يعني إزاي تقدر تربطه بالإيميل بتاعك، يرتّب لك الإيميلات ويرُد عليها، إزاي تربطه بالأدوات اللي بتعمل لك الmeeting، إزاي تربطه بCanva، إزاي تقول لكلاودي خُش على Canva، حسابي الخاص على Canva وصمم لي مثلًا التصميم الفلاني أو الصورة المصغّرة الفلانية، وهو يدخل ويعملها لك. الكورس ده مجاني 100%. طيب الكورس ممكن يكون مشكلة الناس إن هو بالإنجليزي، فبرضه أنا حليت لك المشكلة، أنت هنا لمّا بتضغط الكورس بيكون ظاهر معاك بالإنجليزي. طيب هنعمل إيه؟ هنا هتدخل على موقع translate.google، translate.google. طيب هو أنا هاترجم كلمة، كلمة؟ لأ، مش هاترجم كلمة، كلمة ولا حاجة. لو بصيت هنا فوق هتلاقي كلمة المواقع الإلكترونية، بتضغط على المواقع الإلكترونية وبتاخد هنا، هتدوس مثلًا على الكورس ده أهو، أدي أول كورس خالص في الbeginner، هنا الصفحة كلها بالإنجليزي، أنت بتاخد العنوان بس اللي فوق، اللي هو اللينك بتاع الصفحة، وبتخش على الموقع الإلكتروني وبتكتب له هنا وبتدوس بس على لينك. هو هيفتح لك نفس الصفحة بتاعة الكورس لكن باللغة اللي أنت عايزها، فأنا مثلًا باختار اللغة العربي، واحدة واحدة هتبُص تلاقي دلوقتي كل الصفحة اترجمت عربي. ثواني، ظهرت هنا فوق أهو، وهنا ترجمها عربي. كل الصفحة بقت مترجمة عربي، مهما تنزل مهما تعمل، خلاص الصفحة كاملة اترجمت بالعربي. أظن كده ما عندكش حجة وما عندكش سبب مقنع إنك تروح تدفع في أي كورس برّه لكلاودي، والكلام ده في كل الكورسات، يعني تعالَ أدي مثلًا level 3 مثلًا هنا أهو، برضه هاخش على الموقع، آخد اللينك اللي فوق، وهاقوم جاي داخل على، هاكتب اللينك هنا وأدوس كده، هيفتح لي برضه الموقع ويكون مترجم كله بالعربي. أظن كده ما فيش سبب مقنع، خلاص الموضوع بقى سهل. طب نسيب دي أهو، خلاص دلوقتي ترجم لك كل الصفحة بالعربي. هتاخد الكورس بتاعك، هتقعد تقرا الكلام اللي مكتوب وتطبّق على كلاودي وأنت بتشتغل، أي حاجة هتاخدها هنا هتخش على كلاودي وتطبّقها. في فترة بسيطة جدًا، أقل من أسبوع هتكون عارف كل حاجة عن كلاودي، ومش محتاج إن أنت بقى تدفع فلوس ولا تدفع كورسات، لإن في الغالب اللي هيدّيك الكورس هو جايب معلوماته من هنا، يعني هو أكيد ما يعرفش معلومات ما حدش يعرفها إلا بناءً على تجربة مثلًا، وأنت هتجرّب بنفسك وهتعرف. تمام؟ وبرضه أي حاجة صعبة معاكم أو أي حاجة مش شغالة مع حضراتكم، منتظركم على الواتساب. سلام.